السلام عليكم. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجه اسمها فور لوب. الفكره ببساطه ان انت لو عايز تكرر حاجه لحد حته معينه، يعني عايز تكرر ايا كانت ايه الحاجه، وهناخد امثله، او عايز تكرر حاجه لحد ما يحصل حاجه معينه. على سبيل المثال، لو انا جيت هنا رحت كاتب كده console دوت لوج، ورحت قلت واحد، وبعد كده عايز اطبع لحد مثلا 5 2 3 4 5 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتم شايفين الكلام ده مش منطقي، يعني مش طبيعي، واخد سطور كتيرة، ولو عندي رقم كبير زي 100 أو 1000 فمش طبيعي إن أنا هكتب له 1000 سطر كود. قبل ما أتكلم عن الحاجة اللي أنا عايز أتكلم عنها، عايز أتكلم بس عن حاجة صغيرة. إحنا هنا عملنا أكتر من حاجة. أول حاجة، عندنا حاجة بدأنا بيها اللي هو الواحد، وعندنا حاجة وقفنا عندها اللي هي الخمسة، وعندنا عملية معينة عملناها operation اللي هي إن إحنا زودنا. لازم الثلاث حاجات دول يكونوا واضحين. هفصصهم تاني علشان لما اجي اشرح لك الحاجه اللي انا هشرحها هتلاقي ان هي سهله لو فهمت الثلاث حاجات دول. الحاجه الاولى، انا عندي مكان بدات منه اللي هو الواحد، دي النقطه اللي انا بدات منها، ونقطه وقفت عندها في كونديشن معين انا وقفت عنده. يعني هنا اكني مثلا كتبت كود سحري قلت له اطبع لي من واحد لحد 5. فهو هنا عايز مني ثلاث حاجات: اطبع لك من فين اللي هو الواحد لفين اللي هو الخمسة، ده الكونديشن اللي هيقف عنده او الشرط اللي لو اتحقق خلاص بيوقف اللوب بتاعه، وكمان بعمل ايه وانا بتحرك. هنا احنا بنزود. خلونا نكتب الكلام ده نشوف الموضوع ده بيمشي ازاي. لو فهمنا الحاجات اللي فوق دي، فكرة الستارت، وخلونا ان احنا علشان يبقى الترتيب مظبوط، فكرة الاند، وفكرة انا هعمل ايه، انا هبدأ منين وهعمل ايه. طيب هبدأ منين، هنتهي فين، هعمل ايه. اللي انا عايز اقوله ان هو هيبدأ من واحد ويفضل يلف يفضل يلف، وكل مرة بيلف يعد فيها اللفة بتاعته. يعني يقول ان انا في اللفة رقم واحد، في اللفة رقم اتنين، في اللفة رقم تلاتة، في اللفة رقم 4. فهنا احنا لازم يكون عندنا فاريبل نخزن فيه عدد اللفات علشان نقدر ان احنا نوقفه عند حتة معينة، نقول له لو انت وصلت للحتة دي خلاص وقف. الموضوع ده بيتم ازاي؟ اول حاجة انا هعمل هنا فاريبل هسميه ستارت، وهقول له صفر، او هنبدأ من عند الواحد بالشكل ده. وهعمل فور لوب. الفور لوب عندي بياخد ثلاث حاجات جوه الاقواس دي، وفي نفس الوقت بيعمل كود هنا دو something، بيكتب لي كود هنا. اللي انا هعمله ان انا هديله البدايه، هنا هو ياخد ستارت، هيستارت منين، وكمان هياخد الاند هيقف امتى، وكمان هياخد الاوبريشن او العمليه اللي هيعملها، هل هي increment او decrement، يعني هل هيزود هل هينقص، ايه العمليه اللي هيعملها بالظبط. اللي انا هعمله ان انا هقول له هتبدا من عند الواحد اللي هو الفاريبل ده، وانا هنا حطيته في فاريبل لان احنا هنحتاج نغير الفاريبل ده. طيب وهقول له هتنتهي فين، هعمل هنا سيمي كولون، هتنتهي عند ان الستارت اصغر من انت كده هتكمل او يساوي 5. كمل طول ما الكونديشن ده لسه ما اتحققش، يعني طول ما الستارت اصغر من او يساوي 5 كمل، ده شرط النهايه. لما توصل ان الستارت اصغر من او ان الستارت خلاص كسرت الكونديشن ده فخلاص اقف. طيب عندنا بعد كده الاوبريشن، بكل بساطه ان انا هاجي هنا اقول له ستارت بلس بلس، دي معناها ان كل مره تعمل فيها لوبينج، كل مره تعمل فيها لوب زود واحد. يعني الكود هيخش الستارت بواحد، هيعمل حاجه وهيزود الستارت ويروح يعمل حاجه تاني ويروح يعمل حاجه تاني لحد ما الكونديشن ده اتحقق. خلونا هنا نشوف console.log بالشكل ده، وهقول له هنا اطبع لي الستارت. هنا طبع لي 1 2 3 4 5. ايه اللي بيحصل بالظبط في الكود؟ خلونا نفصصه علشان الفكره تكون واضحه. احنا هنا قلنا له ان انت هتبدا من عند حته معينه، بدات من حته معينه وهتنتهي عند حاجه معينه. هنا بقول له اكتر من هنا ان انا قلت انتهي. خلونا ندي لها حاجه تتفهم بيها بشكل احسن، وهي طول ما الكونديشن ده متحقق، طول ما هو شغال. يعني هل الستارت كل مره بيجي يدخل اللوب بيسال نفسه السؤال ده، هل الستارت اصغر من او تساوي 5؟ كمل. يروح مزود الستارت. هنا هتلاقوا ان هو بيطبع واحد، هيطبع واحد ويروح يعيد العمليه دي. الستارت، خلينا فكره البدايه من واحد دي خلاص عرفنا. هل دلوقتي الستارت دي بقت 2؟ يعني او هنا لما يدخل الكونديشن الثاني هيخليها 2. هل دلوقتي الاثنين اصغر من او يساوي الخمسة؟ يروح داخل تاني ويعيد نفس العمليه، يفضل يكرر نفس العمليه دي لحد ما يلاقي هل ان الخمسة اصغر من او تساوي الخمسة هيطبعها.
لكن لما يروح المره اللي بعدها والفاريبل ده هيكون 6، فهيقول له هل ان الستة اصغر من او تساوي 5؟ اكيد لا، فمش هيطبع. يبقى هنا الفكره تاني علشان تكون واضحه بشكل كويس. انا عندي اللي بيحصل كالتالي: حاجه ببدا بيها، قيمه ببدا بيها، قيمه بقف عندها او شرط معين بقف عنده، هقول له بقى 100 1000 ايا كان، وحاجه بعملها ممكن ازود وممكن انقص، مفيش مشكله. يعني ممكن اعكس الموضوع ان انا اخليه يبدا من 5 وانقص. ازاي؟ يعني هخليه هنا يبدا من 5 وهقول له افضل نقص وخليك شغال طول ما الستارت دي اكبر من 0. طول ما هي اكبر من 0 خليك شغال. هنا نعمل ريلود. هو زي ما انتم شايفين هنا دخل في انفينيتي لوب لان الكونديشن فيه حاجه غلط. هنا الستارت اكبر من 0 والستارت بلس بلس. خلونا هنا نعمل ريلود للسكريبت ده. لايف سيرفر كده مع البتاع ده ضرب زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا انا بقول له ابدا من الخمسة، ابدا من الخمسة تيل ستارت. طول الكونديشن ده ما متحقق ان الستارت اكبر من 0 كمل اللوب، افضل لوب. الستارت كل مره بنقصه، بقول له نقص لي 1. يا رب الفكره تكون واضحه، اتعرضت من زوايا مختلفه، بقت فاهم احنا بنعمل بيها ايه تقريبا. ان احنا بنشيل عن نفسنا حاجه ممكن ان هي تتكرر، هيكون ليها استخدامات هتبان اكتر مع التطبيقات العمليه. كل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان احنا بنعرف قطع البازل، لكن امتى بتفهم قطعه البازل دي ان هي ليها قيمه؟ لما تلاقي ان في مشكله او فراغ في حته معينه، ولو حطيت قطعه البازل دي هتسد لك الفراغ ده. فالكلام ده مع التطبيق العملي ان شاء الله يبان اكتر. بس يا رب الفكره تكون واضحه، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.